يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي كوكي. يلا نعمل مع بعض اللانشون الخطير والسوسيس الجميل بصدر فرخة واحد، نص كيلو بس. هتعمل معاكي كل الكمية الحلوة دي. حاجة كده ايه في منتهى الجمال والروعة. تعالي نتفق مع بعض ان اساس الوصفة دي بهارات الحبهان والكباب الصيني، ونص كيلو من الفراخ الصدور طبعا، ومعاكي بقى معلقة من البصل بودر والثوم البودر والفلفل الأسمر وبهارات الفراخ والبابريكا والجنزبيل، ونص معلقة من الحبهان والكباب الصيني طبعا مطحونين، واربع معالق كبار من الدقيق، ونص كوباية من المية الساعة المتلجة، وربع كوباية من الزيت، ولون طعام، ونص معلقة من الملح. ما ننساش معلقة كاملة من الكيك شيف او البيكنج باودر. هتجيبي الكبة وتحطي صدور الفراخ بعد ما انتي مقطعاها حتت صغنونة، مكعبات صغنونة تسهل عملية الفرم في الكبة، وهتفرميها جامد. هتتفرم لغاية ما تبقى ناعمة. انا عايزاها تبقى معايا عجينة ناعمة على الاخر. بس يا ستي هتجيبي نص كوباية المية المتلجة اللي فيها تلج، وهتحطي عليها الاربع معالق كبار من النشا. هتقعدي تقلبيها تقلبتين حلوين كده لغاية ما النشا يدوب خالص في المية. وبعد كده هتجيبي لون طعام صحي طبعا، هتحطي على حسب درجة اللون اللي انت عايزاه وتقلبيها برضو. والخليط ده كله هتحطيه فوق العجينة بتاعة الفراخ الناعمة خالص، والبهارات بتاعتك كلها مع الزيت مع الملح، وكمان معلقة كبيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر. كل ده هتضربيه في الكبة بتاعتك تاني برضو، بس ضربة ايه ناعمة. انا عايزة الخليط ده يبقى ناعم، عجينة ناعمة خالص. كل ما تبقى ناعمة كل ما اللانشون بتاعك يبقى ناعم وجميل وخطير. وبعد كده هتحطيها في طبق بلاستيك او بولة، وقربي كده شوية علشان اوريكي ازاي ناعمة ناعمة خالص. ده كده ايه، هتدي نتيجة في منتهى الجمال والروعة. بالاسترتش الراب بتاعك هتفردي طبقتين تلاتة كده وتدهنيها حبة زيت، وتدهني ايديكي برضو حبة زيت علشان العجينة ما تلزقش في ايديكي. وهنقسمها لنصين بالظبط، نص هعمل لانشون والنص التاني هعمله سوسيز. ايوه بنفس العجينة هعملهم نوعين جمال خالص. تعالي تشوفي انا هعملها ازاي. انا حطيت نص العجينة طبعا زي ما انتي شايفة على الاسترتش الراب، وهفردها واحط شوية كده فلفل اسمر حصى. براحتك بقى، عايزة تعمليه بالفلفل الاسمر او من غيره انتي وراحتك، بس انا قلت بصراحة بيبقى طعمه لذيذ وخطير بالفلفل الاسمر. وتلمي العجينة بقى تحت ايديكي كويس جدا بحيث ان تبقى ما فيهاش اي فراغات. انا عايزاها اما الفها رول كده تبقى متماسكة وما تبقاش فيها اي هوا خالص. تحاولي اللي انتي تلميها بقدر الامكان، وبعد ما تلفيها كويس خالص وتلميها من الجنبين الاتنين هتقفلي عليها قوي قوي. يعني تربطيها من الجهة اليمين وتربطيها من الجهة الشمال، وقبل ما تربطيها طبعا تقعدي تلفي الرول جامد جامد لغاية ما يخرج اي هوا منه. كده رول جميل جاهز اللي هو يستوي. بس قبل ما يستوي تقصي اي زيادات من الاسترتش وتحطيه في ورق فويل بتاعك، ورقة كبيرة حلوة كده تلفيها لفتين تلاتة كده. وانت بتلفيها تحاولي اللي انت تضغطي عليها علشان يخرج اي هوا من جوه، ومن الجهتين الاتنين للفويل تقعدي تبرميها جامد. كده جاهز اللي هو يستوي. هركنه على جنب واروح علشان اكمل بقية العجينة بتاعتي واعمل منها السوسيز الخطير. هحط بس اضافتين اتنين،
بيضاية كاملة طبعا وشوية لون براحتك بقى. في الإضافة التانية عايزة تزودي اللون براحتك، عايزة تسيبيه زي ما هو براحتك، بس بصراحة أنا كنت عايزة أفرق ما بينهم ويبقى لونها فاتح شوية أكتر من اللانشون. وبطريقة سهلة وبسيطة خالص هتجيبي كيس التلاجة تدهنيه شوية زيت، وبالسكينة بالراحة وبشويش وعلى مهلك تعملي رولات صغيرة شبه السوسيس بتاع بره بالظبط، بطريقة سهلة والله. انتي بس تبرميها بالراحة كده بالسكينة وهيبقى الصباع ايه شكله خطير زي بتاع بره. هنعملها مرة تانية علشان تشوفيها واكررها قدام حضرتك. برضو هتحطي قطعة حلوة كده من العجينة بتاعتك وهتلفيها بالسكينة بالراحة وبشويش رول كده علشان تعملي نفس الشكل بتاع السوسيس بتاع بره. بس يا ستي هتقعدي تعملي بقية العجينة كلها او بقية الكمية لغاية ما تخلصي القطع بتاعت السوسيس كلها. تقعدي بقى تلفيها كده لو انت عايزاها متساوية وتبقى مظبوطة، ممكن تحركيها كده بالكيس علشان تبقى معاكي ناعمة خالص. ودلوقتي يجي دور التسوية. حلة او صينية كبيرة وفيها شوية مية وهتحطي عليها المصفى، بس لازم تكون عالية بعيدة عن المية، وتحطي اللانشون بتاعك وفوق منه الصينية بتاعت السوسيس وتغطيها بغطا محكم وتسيبيها لمدة 10 دقايق كده تقعد تستوي على البخار. انا مش هسويها جوه المية، انا هسويها على البخار بتاع المية. وبعد 10 دقايق بس هتقعدي تقلبي السوسيس علشان يستوي من الجهة التانية. هو استوى من جهة قعد 10 دقايق، هيستوي من الجهة التانية وبرضه هيقعد 10 دقايق لان هو ما بيحتاجش وقت. اما اللانشون بتاعي هيقعد ساعة كاملة يستوي، وتسيبيه براحته على نار هادية يستوي على البخار. وبعد ما طلعوا بسم الله ما شاء الله ال8 قطع سوسيس الريحة جنان. وهوريكي دلوقتي القالب بتاع اللانشون بتاعي. بصراحة انا ما استنيتش لغاية ما يبرد، انا فكيته بسرعة، بس بصراحة كان متماسك وخطير. وهفتحه دلوقتي قدام حضراتكم علشان اوريكي هو عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله تحفة بجد بجد، قالب لانشون في منتهى الجمال. وهقطعه قدام حضرتك علشان تشوفيه هو ازاي متماسك وازاي شكله جميل، والطعم اكيد خطير ما شاء الله. وكل الكمية دي من صدر فرخة واحد نص كيلو. ايوه هتوفري على نفسك حاجات كتير قوي. وطبعا الحاجات الحلوة دي بتتعمل بكل حب وسعادة، عشان كده طلع حاجات في منتهى الجمال. انا وريتلك اللانشون، هوريكي السوسيسي الخطير. لا لا ده حاجة جنان بجد، حاجة في منتهى الجمال والروعة، حاجة موفرة يا ست الكل، وطبعا صحية على ولادك وهيحبوها احسن مليون مرة من الحاجات بتاعت بره اللي احنا مش عارفين مصدرها ايه. دي حاجة نظيفة. طبعا المكونات بتاعتها عندك في البيت، وضمنة اللحمة بتاعتها ونوعها عامل ازاي. وعملت بقى سندوتشين حلوين كده من السوسيس واللانشون وقعدت اكل واتمزج. لا لا ما شاء الله خطير. انتي عارفة ان السوسيس ممكن يتاكل كده، ولو انتي عايزة مثلا تقليه مع بيض او في حتة سمنة براحتك، هو كده كده مستوي. لا ده انا هدوق بقى وهاكل وهسمي الله. بسم الله ما شاء الله، ايه الطعامة دي، ايه الجمال ده، اخر حلاوة. قومي يا ست الكل ما تكسليش واعملي الحاجات الخطيرة دي لولادك، واستنوني مع طبخة جديدة واكلة جديدة ووصفة جديدة من مطبخ كوكي. مستنية اللايك الجميل بتاعكم وتعليقكم اللي بيسعدني. بحبكم في الله.